السيدات والسادة، الرجاء الوقوف في حال القدرة للنشيد الوطني للجمهورية اليمنية. شكرا لك زميلي يوسف الربيع هنالك في الاستوديو التحليلي، أنت وضيوفك الكرام الكابتن القدير عادل درويش والكابتن القدير سلمان حسن. مرحبا بكم سادة الكرام في كل مكان، طبتم مساء هنا عبر قنواتكم قنوات الكاس في لقاء جديد وفي موعد جديد من مواعيد بطولة كأس الإنجاز ليبهر الآخرين. يجب عليهم أن ينظروا إلى سنوات الماضي، ينظروا إلى التاريخ، ينظروا إلى ما فعلوه هنالك الرجال في استراليا، ونعم فئة الشباب ما حققوه بالأمس يعود هنالك إلى بنيان سابق، لكن الآن طلع والتسديدة التي تستقر عند كريستيان بهذا التوقيت. نعم بالرقم 11 عاصم محمد 14 وعمر علي، هذه كرة اليمني الشقيق في هذه الموقعة والذي يدخل إلى أرضية الملعب. وضاح أنور على مستوى حراسة المرمى علي ديليو، لكن نقلة إلى الأمام، التغطية موجودة والتي تلعب وإلى خارج الله، والأسماء الكثيرة. كرة من اليمين وبرافو من هنالك الكريستيان، اطلع النابية، الكرة إلى المنطقة، هي الحطة الأولى لكن إلى خارج أرضية الملعب في منطقة الخطر، وبالتالي يجب أن تكون المتابعة على أفضل حال وتطول بهية في أبها، أجواء رائعة في أبها من قبل حكم اللقاء، تنقل إلى داخل المنطقة والإبعاد، حذاري من الكرات الثانية، التسديدة بعد ذلك يأتي التدخل، احذر في هذا المكان الخطير. ومرت الكرة الماضية، عدت الكرة الماضية وإلى بر الميدان، صارت رمية تماس طالت على عادل عباس. صورة أمامنا إيمانويل إنفانتي، نقل إلى الأمام، هذا هو عادل عباس بمحاولة المرور، استغلال المساحة والتقدم، يجب أن يكون الاعتراض موجود من التغطية الصافرة، لا توجد صافرة، يبدو من العاشقين هذه المحاولة التي عدت مع تطور كرة القدم. لا ينتظر نعم لا ينتظر هذه الكرة التي كادت أن تكون لكنها عدت، واللقب الذي كان بمثابة انعطاف رائعة، نقل إلى الأمام، الحذر بهذه الكرة، التقدم والهدف الأول يأتي بهذه اللحظات. مختار موفق يسجل الآن لمصلحة المنتخب اليمني وبضربة من الجانب الأيمن، النقلة كانت جيدة واستغلال المساحة الخلفية، بعد ذلك بمواجهة المرمى جاء الهدف عن طريق مختار، بضربة مختار يصل المنتخب اليمني لأول أهداف بعد الضغط الذي كان حاضر من قبلهم، يصفر الآن عن التقدم بنتيجة المباراة.
يسفر الآن عن التقدم بنتيجة المباراة. يجب أن ترتب الأوراق. يبدو بأن التوجيهات ستأتي الآن. ننظر إلى اللاعبين الذين ذهبوا باتجاه المنطقة الفنية. هذه اللمسة والذي استغل من خلالها مختار من تلك البطولة. كرة من الجانب الأيمن، نقلة إلى الأمام، استلام والتسديدة التي مرت ووصلت إلى ضربة مرمى بهذه اللحظات. تصل إلى ضربة مرمى. لم يكتمل. قائمة عنابية من اليسار تأتي النقلة. محاولة الآن. ممكن هذه الضربة التي وصلت إلى خارج أرضية الملعب هنالك إلى ركن، لكن بالنهاية إلى ضربة ركنية. كرة إيثان عن التقدم الذي كان عن طريق مختار موفق، لعبت إلى الأمام ومن الجانب الأيسر التسديدة والضربة، لكن برافو أو النقلة مساحة إلى الأمام، انطلاقة من اليمين، عرضية للتعادل. هو التعادل لكن حارس المرمى وضاح أنور. نعم كانت قريبة. لاحظ بأقل عدد من التمريرات عادل عباس إلى مختار بنقلة طولية، مرت وعدت وصارت إلى ضربة مرمى. مرت على الهدف الأول، النقلة إلى المنطقة لكن التغطية كانت جيدة. سقوط على مستوى أرضية الملعب، وهذه كرة لكن إلى بر الميدان في شوط اللقاء الثاني، ويقدم مستوى أفضل بعدما تكون هنالك الاستراحة. هذه الكرة والتمركز في منطقة الجزاء، وكرة من اليسار، التقدم بهذه اللحظات لكنها مرت إلى ضربة مرمى. تنفيذ اللعب بشكل سريع. هذه كرة والتقدم بهذه اللحظات، التمريرة، التسديدة، كان بالإمكان أن تتصرف بشكل أفضل إلى الأمام. هذا هو عاصم بكرة عاصم، رجعت عاصم بمحاولة التدخل، التسديدة التي تذهب إلى ضربة مرمى. انتهت الدقيقة الأولى، ندخل للدقيقة الثانية. نتأمل الدقائق النقلة إلى الأمام، قد تكون الطلعة الأخيرة. كرة النوار إلى ركنية بهذه اللحظات، إلى ركنية من الجانب الأيمن. انتهى الوقت المضاف وعبد العزيز المطوع بتدخله، ثابتة من الجانب الأيمن. وهنالك من خلال الربع ساعة أتمنى أن تكون القراءة بالشكل المطلوب والتطبيق بشكل. هنا بخواتيم الشوط الأول، كرة من اليسار وإلى ضربة مرمى صافرة الختام، صافرة نهاية الشوط الأول، تأتي بهذه اللحظات مع نتيجة التقدم لمصلحة المنتخب اليمني الشقيق على حساب المنتخب الوطني القطري. لا تذهبوا بعيدا، سنعود في شوط اللقاء الثاني. الآن نذهب بالصوت والصورة إلى الزميل العزيز يوسف الربيع.